السلام عليكم، معكم محمد من قناة يومياتي أنا وطيوري. النهاردة رجعت لكم بفيديو جديد. النهاردة ما شاء الله عندنا كده مفاجأة. ما شاء الله عندنا فأس الرومي دي، ما شاء الله رومية تركي على برونزي. ما شاء الله يعني دي في الأساس الأمية دي تركي على برونزي. ما شاء الله مطلع لنا، طبعا هتطلع لنا تايجر وهتطلع لنا تركي على برونزي أو تركي على تايجر، لان هي دلوقتي في دمها بنسبة كبيرة. شايفين اللون تركي. وانا كنت برضو حاطط تحتها كذا بيضة لرومي تركي بيور. طيب هتقولولي بيتعرف ازاي في العمر الصغير دوت البيور من المش بيور؟ شايفين ده كده اللون البني ده كده بيور اهوت، ده كده تايجر يعني مسود شوية كده، ده كده هيطلع تايجر. اما البني ده كده بيور. ما شاء الله. طبعا هي كان الصبح مفيش اي حاجة طالعة، كانت بيضة واحدة بس لنقرة، لكن شايفين ده كله يا جماعة بسبب الحر. شايفين ده كده رومي تركي بيور، وده كده الملون. طبعا ده كله خير بفضل الله. ما شاء الله كده طلعهم لكم اهمت يا جماعة. الرومي عندنا كله رقد بفضل الله. الناس اللي بتقولي الرومي عندك مش رقد، انا يا جماعة ما بحطش اصلا حاجة في الفقاسة غير الطيور اللي ما بترضاش ترقد عندي. يعني مثلا بطاية مثلا غيرت المكان، هنبدأ برضو كده نشيلهم معاكم وناخدهم، لان الجو برضو حر هنا تحتها عليهم. هبدأ كده اشيلهم. فانا قصة الفقاسة دي انا بشيل بس الطيور اللي بترفض ترقد، لكن لو حاجة عايزة ترقد عندي انا برقدها. انا ما عنديش مشكلة في الرقاد، انا عندي المكان واسع خالص، يعني عندي المكان واسع جدا وما عنديش مشكله في الرقاد. يعني انا بشيل بس الطيور، اشيل بيضها احطه في الفقاسه، الطيور اللي ما بترضاش ترقد. شوف كده فاضل تحتها كام بيضه. طبعا يا جماعه انا شلت القشر قبل ما ابدا الفيديو، يعني انا نضفت كده. هوريكم برضو القشر بتاعها، انا شلته اهوت كله هنا، عشان بس الناس اللي بتقولي القشر فين اهو، انا حاطه هنا جنبها. دول يا جماعه اللي نشفوا اهمت. ناخد ده كمان ناشف بنسبة كبيرة. شوف بقى ايه اللي فاضل تحتها كده. تحتها كده 4 تقريبا، في واحد ورا. تعالى يا ابني، عمال يجري مني. دول كده اللي فاضلين، دول هنسيبهم بقى لان هما لسه ما مش نشفوا. ودي شايفين بينقر، والرومي اللي بيبقى لونه ابيض ده، ودي نقرة خالص اهوت. ما شاء الله يعني هما تقريبا على مثلا بالليل، احنا دلوقتي المغرب، يعني على بالليل كده متأخر شوية هكون انزل اجيبهم كلهم بإذن الله ويكونوا نشفوا. ودول اهمت ما شاء الله، ودول ما شاء الله الكبار اللي هم ناشفين اصلا اهمت. ما شاء الله ربنا يبارك. شايفين بينهجوا مع انهم لسه صغيرين اهمت. ما شاء الله نبدأ كده نستقبلهم ونحط لهم بيض مسلوق، ونظبط لهم كده الدنيا ونأسسهم بإذن الله، وإن شاء الله متاحين للبيع. بس يشدوا حيلهم كده شوية وإن شاء الله نبدأ نعرض منهم للبيع. ما شاء الله سلالة مميزة جدا، حتى لو حد عايز ياخد الهدين مش عايز ياخد البيور مثلا عشان سعره عالي عليه. يعني ده بيطلع بيور، وده إن شاء الله يطلع بيور، وده بيور أهو. يعني هما فيهم برضو كذا بيضة، حوالي 7 أو 8 كنت أنا عطيتهم أو أكتر كمان بيض بيور. وكان في بيض منها هي نفسها كنت باخده احطه تحت رومية تانية. يعني انا كنت بوفق البيض، هما كانوا 4 بيبيضوا، في منهم كان بيرقد في الاول وكده، فانا كنت برضو علشان البيض ما يركنش ويبوظ من الحر، كنت اللي بيطلع بيكون خلاص بعمله. مجرد بس ما طلعت ما كملتش 5 دقايق كلهم جريوا تاني تحت الام. لكن بقى مضطرين ناخدهم، ده نسيبه علشان الجو يا جماعة هنا حر جدا، يعني انا مش مستحمل اصلا. شايفين في ال5 دقايق دول برضو الرومية فقست، شايفين اهو. والله ما كملتش حاجة خالص يعتبر. هجيبها لكم برضو تشوفوها. لا مش دي، اكيد مش دي ناشفة شوية.
جوه، طالعة لونها اسود غامق اهي ما شاء الله. همت ما شاء الله. انا برضو مش عايزه اقلقها قوي. شايفين في واحد اهوت مش ناشف كان لازم، ده ناشف يعني ناخده، وده كمان بدرجه كبيره يعني ناشفين. نشوف كده تحتها كام. انا كنت سايب الاول تحتها 4. المشكله انها تقيله، وانا كنت سايب كمان بيضتين، معرفش هو اللي باقي بيضه، معرفش اختفت البيضه دي في الثواني دي ولا انا هرفعها كده. كده خلاص انا اطمنت على اللي تحتها. سايب تحتها 5 وبيضه، يعني 10 دقايق بالكتير وهتفقس، يعني هيبقى تحتها ان شاء الله 6. ابقى اخدهم بقى من تحتها على بالليل كده متاخر شويه، وان شاء الله برضو اصور ومش انسى يعني ان شاء الله باذن الله. ودلوقتي انا نزلت، دلوقتي الساعة 11. انا كنت ممكن انزل كمان شوية بس بصراحة ممكن اكسل، فقلت ان انا اجيبهم وخلاص واحطهم مع التانيين فوق. هما نشفوا بنسبة كبيرة، مفيش غير دوت اللي هو الاخير، لكن لو حطيته معاهم يعني هينشف في وسطهم. اهيت ما شاء الله كده طلعت لنا العدد كله، ربنا يبارك. بس انا اعتقد كده هما ناقصين 1، لان انا كنت سايب 5 وبيضة. اتأكد برضو من العدد. والفيديو كده يكون انتهى. اتمنى يعجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله متاح ديوك رومي تركي بيور على وش شغل. اعمار ما شاء الله 5 شهور و6 شهور. ربنا يبارك لصاحب النصيب. اعمار 6 شهور اهمت ما شاء الله. اديك منهم عامل 1000 جنيه بإذن الله. ما شاء الله ربنا يبارك. اديك منهم عامل 1000 جنيه اهمت ما شاء الله. حاجات ربنا يبارك لصاحب نصيبها. شايفين الديوك ما شاء الله، اول شغلهم عند صاحب النصيب. مستويات يا جماعة والوان غوامق تحف اهمت ما شاء الله. ومتاح شحن لبعض الاماكن.